نتابع مرة أخرى. هنا التمريرة والسيدة بالرجل اليسرى، سيدة قوية الجانب الأيمن من مرمى الحارس محمد أمين بورقادي اللي نجح في الجولة الأولى في التصدي لثلاثة ديال الفرص ديال فريق الرجاء البيضاوي. إنما هنا الآن تغيير الآن في صفوف فريق الوداد الفاسي. خروج محمد الجناتي ودخول عبد الكبير الوادي. تغيير كيطمح. نتابع. شكرا للزملاء على الإعادة من مختلف الزوايا ديال هذه المحاولة. ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد الفاسي. شكرا لجميع الزملاء في الوحدة رقم 7 بقيادة الزميل خالد المسؤولي. شكرا لجميع الزملاء سعيد الحمدي الذي تولى إخراج هذه المباراة. إذا الآن فرصة لفائدة فريق الوداد الفاسي لإدراك التعادل. والسعيدي قلت هذا هو الهداف بين قوسين ديال فريق الوداد فاس، عنده جوج ديال الأهداف. السعيدي لاعب سابق ديال فريق الوداد يرفد ويسجل هدف التعادل. هدف التعادل في الدقيقة 80 لفائدة فريق الوداد الفاسي. 10 دقائق الآن متبقية أمام فريق الرجاء. الآن اللي كنوقعوا مع الزميل محسن متولي اللي خلى على أسلوب المدرب السيد محمد فخير يرتئي إرجاع اللاعبين معنا. هذه الفرصة، أول فرصة وكانت تدخل وارتماء ديال الحارس محمد أمين البورقادي، ولكن المرة الثانية لم تكن هناك حيلة أمام الضربة الرأسية ديال عبد المجيد الدين الذي يسكن الكرة في الشباك ديال الحارس محمد أمين البورقادي. وتنبيه من المدرب سيد محمد فاخر للاعب محسن ياجور لما